حقوم أقول قصيدة. نعم. بتتكلم عن السودان من الواجهة الثقافية، يعني من واجهة تقاليدنا وعاداتنا اليومية وكذا. علي لنا صوتك شوية. طيب. طبعا الشعر بدون حماس وإحساس عالي، ونحن دي مساحة خاصة جدا. فدائما أصحاب الكلمة هم بكلمتهم لازم تكون هي مسموعة وأيضا هي مرئية على الهواء مباشرة. تفضلي. طيب. هي القصيدة بتقول: يا بني أرح أقليه البن، يا مسودنا في نعرب الكلمة أصالة ونخوة مروة وحن، يا مدكنة في نسمة رفريقيا ممالك نوبة حضارة وفن، يا معجنة من تيراب القاف بموية النيل معجون عجن، ومجننة كل الرادق جن. أقليه البن زيديه الكيف، خليه تقيل زي هم البي ما دايره خفيف، يا أجمل طيف كيفن الكيف وكيفن البن، يا بني سلام مقتول في قفص أحلامنا حمام، هو تقطع كيف وصبح أجسام، يا السمح الزيف ولع نيران المنقد، وكيف هبابتك زايدة النار ضرام شان تقلي بن، يا نسمة تبرد حر الصيف، يا دافية برغم البرد الجاف، ما عارفك كيف محتملة تجور القبح مخيف، والزمن الصبح سنين وعجاف، يا مستفة في نغنا والريدة مدن ورياف، مجنونة حروفا مرقت من حسنك أوصاف، وأنا جد أدمنتك وتخطيت حد القرياف قرياف البن. يا سلام. يا نبتة وكوش كنداكة وحكامة وحرة، يا أحلى عروس حورية ومتقلدة درة، يا معبد في منطق هاميروس ووقارك ضاها جبل مرة، ويا الطيبة وشك ديما بشوش معشوقك ليك النم، جرو أنا زراكوبتك وهذا الحوش وجبنتك أنا بشربه مرة راميني البن. يا سلام. أول حاجة يعني بيقولوا أول حاجة الناس الشهادة العربية والناس اللي كالعادة كانوا خارج السودان ما بيعرفوا يعني المنقد أو الجمر بمسميات مختلفة. فأنت اتكلمتي في البادية السودانية من تراثنا السوداني، الآن المنقد في بدله، الآن في بدايل، والآن حتى في بدايل هي بقت الآن موجودة في ظل التطور اللي حاصل. من وين؟ يعني من وين ليك